اللي بوظوا بلادهم هم الشعوب، ويحيى الرئيس السيسي قائد العرب وقائد الدنيا كلها. يعني انت شايف الدنيا كلها ولعة في البلاد، وشايف الحروب وشايف المجازر وشايف البلاد ولعة، والصهاينة عمالين يدقوا في العرب ويدقوا في اي حد. ومصر ما فيش دبانة كده تقدر تعدي من فوق مصر، مش تضرب، تعدي دبانة من الصهاينة ومن اي دولة. ويشتموا علينا ويقول لك احنا خونة. مين اللي خاين؟ اللي ارضه مستباحة مع احترام لكل العرب، مع احترام. اللي بوظوا بلادهم هم الشعوب، هم الناس اهل البلد، هم الشعب كراهية بينهم وبين بعض، هم اللي بوظوا. الحمد لله احنا في مصر ولا عندنا طائفية، ولا عندنا ولا مسيحي ولا سني ولا كرسي ولا كردي ولا شيعي، ولا ما عندناش الكلام ده. اللي عندهم الكلام ده هم اللي بوظوا نفسهم، مع احترام لكل الناس برضه. واخد بالك؟ دي رسالة لمصر. والله رسالة لبلدي، والله تحيا مصر ام الدنيا. بس مش هنقول اكتر من كده. ويحيى الرئيس السيسي قائد العرب وقائد الدنيا كلها. اللي بيقول لك عليه خاين دوا السيسي طلع اشرف واحد في العالم ده بالكوكب ده كله. يا جدع امريكا واوروبا كلها تعمل له 1000 حساب. بتقول على مصر قوه عظمى. عارف يعني ايه قوه عظمى؟ فلاديمير بوتين نفسه، بوتين قال لك مصر لا يستهان بيها، مصر قوه عظمى لا يستهان بيها. امريكا قال لك مصر جيشها لا يستهان بيه، بلد الامن والامان فعلا. اسرائيل قال لك الخطه اللي كنا عاملينها لتهجير الفلسطينيين بوظها لنا السيسي. بوظها لنا مين؟ السيسي. مش بوظتها لنا الدول العربيه اللي عمالين لسانهم طويل على مصر بس. ها؟ اللي عليا الحرام بيجيني. لو شفت واحد انا في الشارع بيغلط على مصر، اقسم بالله بيغلط. انا مش كل الناس حبايبه محترمين وكل، بس اللي هتشوفه بيغلط ههزق كرامه بلده واهله وعشيرته. واقول لك ايه؟ الارض اللي ماشي عليها. لان احنا المصريين عندنا غيره على بلدنا اكتر من اي حد في الدنيا.